بس كنت داخل حاجه فيها تخصص جرافيك، فكنت في التخصص ده انا كنت شاطر، يعني كنت الحمد لله جايب في مشروع التخرج بتاعي امتياز. بس هل انا التخصص ده بقيت قوي فيه عن طريق الدراسه؟ لا. ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ وحشني جدا. علشان كده النهارده عملت لكم سلسله جديده. السلسله دي هتفرق مع اي حد داخل في مجال الجرافيك. السلسله دي اسمها طريقي للجرافيك ديزاين. السلسله دي هتكلم فيها عن طريقي انا الشخصي، انا ايه الطريق اللي انا خدته عشان ادخل مجال الجرافيك، وهتكلم انت برضو ممكن تعمل ايه دلوقتي، لان اكيد الوقت اللي انا كنت فيه داخل المجال مختلف عن الوقت اللي انت فيه، والاحتياجات والمتطلبات اتغيرت. فهبدأ اقول لك انا عملت ايه وانت ممكن تعمل ايه، وايه العقبات اللي ممكن تواجهك لحد ما تبقى جرافيك ديزاينر محترف بإذن الله. طبعا في السلسله دي انا مش هركز على الجزء التكنيكال او يعني التنفيذ بايدك في حد ذاته، بس هركز لك على حاجات انا بعتبرها شخصيا اهم، لان دي تعتبر العقبات الرئيسيه اللي بتواجه المصممين. المصمم مش بيبقى عنده مشكله في ان هو يتعلم تول معينه او اداه معينه، ده بيبقى سهل وده بيبقى موجود كتير، بس بتبقى مشكلته هو يتعلم ايه وازاي، وايه الطريق اللي يسلكه عشان يوصل لاحسن نتائج في اسرع وقت. فده بالظبط اللي انا هحاول اكلمك فيه في السلسله دي، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم. وما تنساش في البدايه تشترك في القناه وتفعل زر الجرس لو مش مشغله. ويلا بينا نبدا من اول الطريق في اول حاجه المفروض نعملها واحنا داخلين لعالم الجرافيك ديزاين. بص يا سيدي، اول حاجة انت محتاجها في طريقك وانت داخل في مجال الجرافيك ديزاين انك تختار التخصص بتاعك. اختيار التخصص حاجة مهمة جدا، ويعتبر ده هو تحديد هدفك اللي انت ناوي تتحرك له. لو انا ما عنديش هدف انا مش هعرف انا رايح فين، فلازم يكون عندي هدف الاول وفي تارجت حاطه في دماغي عشان اعرف احققه. لان في ناس كتير بتبقى داخله المجال عايزه تتعلم كل حاجه، مش عارفه تتعلم ايه، ده حلو تروح داخلها شويه، ده حلو تروح داخلها شويه، فده غلط جدا. الصح ان انت تحدد تارجت، حتى لو التارجت ده او الهدف ده مش احسن حاجه، يعني مش شرط تختار احسن تخصص في البدايه، بس انت محتاج اكتر انك تختار تخصص واحد وتركز عليه. طب ايه التخصصات اللي انا ممكن اروح لها وانا داخل في مجال الجرافيك ديزاين؟ في اكتر من تخصص. انت ما بتركز على مسمى التخصص، انت بتركز انت عايز تشتغل ايه بعد ما تدرس التخصص ده. يعني مثلا انا عايز اشتغل جرافيك ديزاينر متخصص في المطبوعات، يبقى انا كده هدور على الكورسات او هدور على الفيديوهات اللي هتساعدني في الجزء ده، ان انا مركز في حاجه واحده، انا عارف انا رايح فين، فاخترت تخصص خاص بالطباعه. فيبقى انا كده هتعلم جرافيك ديزاين خاص بالمطبوعات، لانه بيكون مختلف عن لو انا عايز اتعلم الجرافيك ديزاين بس هتخصص في الجزء الخاص بتصميمات السوشيال ميديا مثلا، فده تخصص وده تخصص. فانا عايز اعرف انا عايز ابقى جرافيك ديزاينر شغال ايه بالظبط او متخصص في ايه. في ناس كتير تقول انا مش عارف اصلا حاجه، يعني انا مش عارف انا عايز اتخصص في ايه اساسا. وفي حد تاني ممكن يقول لك مثلا انا عايز اتخصص في الفيديو ايديتنج، عايز ابدا اعمل ريلز واعمل ايديت على الفيديوهات واعدل فيها. في حد يقول لك انا عايز اخش 3 دي، انا سامع ان هم بيتعاملوا بالدقيقه والثانيه فسعرهم غالي. ففي المرحله دي انت اكتر حاجه محتاجها البحث عن هدفك. يعني انت مش محتاج تتعلم دلوقتي، انت محتاج تبحث انت عايز تبقى ايه. انا عايز اخش المجال ده عشان اعمل كذا. وخلي بالك كده في البداية مفيش تخصص فيهم احسن من التاني او بيكسب اكتر من التاني. كل تخصص لو انت شاطر فيه هتبقى بتكسب كويس وهتبقى عايش كويس، وممكن تكون شغال في تخصص غالي بس ما بيجيلكش الشغل، ممكن تكون شغال في تخصص سعر الشغل بتاعه بسيط بس وقته سريع. يعني انت مثلا بتشتغل مثلا 3 دي فتقعد كتير عشان تعمل دقيقه، في الوقت ده ممكن تكون عملت 10 تصميمات مثلا لو انت شغال 2 دي. فهي مش مشروطه بان تخصص احسن من التاني، هي مشروطه بان انت حابب تعمل ايه. والحاجه التانيه برضو اللي اقولها لك عشان تبقى عارف في البدايه اللي هي ممكن تأيدك شويه وانت بتختار التخصص، امكانياتك. يعني انا مثلا عايز اتعلم
3D، بس امكانياتي مش مساعداني ان انا اجيب جهاز قوي يستحمل شغل ال 3D، فيبقى انا مش هتعلم المجال ده دلوقتي، هتعلمه الخطوه الجايه. يعني انا مش هنساه، هيفضل موجود معايا، بس ممكن اتعلم تخصص ينفع ابتدي بيه في البدايه، وبعدين اخش على التخصص اللي بعده لما اعمل فلوس من التخصص الاولاني، فاقدر اشتري جهاز عالي. لو عايز امكانيات عاليه في اي حاجه اقدر اوفرها. يبقى كده في بعض التخصصات بتأيدنا زي تخصص 3D وتخصص المونتاج، يعني وانت تشتغل برضو في الفيديو او في الموشن جرافيك. كل التخصصات دي بتبقى محتاجه اجهزه قويه، والاجهزه القويه دلوقتي للاسف سعرها غالي، وعشان تبتدي بجهاز ضعيف بيكون الموضوع متعب ليك شويه. بس انت ممكن تعمل كده، بس بيبقى الموضوع متعب. امال انا انصحك ايه في البدايه؟ انا بنصح في البدايه اي حد داخل في مجال الجرافيك ان هو يتعلم 2D، يعني يتعلم التعامل مع الصور، سواء كان هيشتغل في المطبوعات او هيشتغل على السوشيال ميديا، يعني ايا كان توجهه في شغل ال 2D او شغل الصور ثنائيه الابعاد اللي هي الصوره العاديه اللي احنا بنشوفها الفلات. طيب اللي انا بقوله لكم ده بشكل عام. لو انت ناوي تخش المجال فلازم تحدد هدفك وتتحرك في الاتجاه ده. طب انا احمد عملت ايه؟ وانا بدرس، انا كنت طالب مش شاطر قوي، وكنت تعليم خاص، بس كنت داخل حاجه فيها تخصص جرافيك، فكنت في التخصص ده انا كنت شاطر، يعني كنت الحمد لله جايب في مشروع التخرج بتاعي امتياز. بس هل انا التخصص ده بقيت قوي فيه عن طريق الدراسه؟ لا، انا كنت بعتمد بشكل كبير على الاجتهاد الذاتي. يعني كنت بجيب فيديوهات واقعد اتعلم منها، يعني حتى كان اليوتيوب والموضوع كان صعب ساعتها. انا كنت بحاول ادور على واحد صاحبي مثلا عنده نت او كده، وانزل من عنده الفيديوهات واقعد اتعلم منها، وبعدين ابدا اطبق مع نفسي. وبعدين اللي فكرت فيه في الفتره دي، لان كان ساعتها تصميمات السوشيال ميديا مش قويه، لان انا قديم شويه، فكان ساعتها الاعتماد قوي اكتر في الجزء الخاص بالطباعه والمطبوعات ومكاتب الدعايه والاعلان. فانا قررت ساعتها ان وانا بدرس ان انا انزل جنب الدراسه بتاعتي، انزل مكان اتدرب فيه من غير فلوس. يعني كنت بتدرب، يعني انا بتعلم لوحدي، فعندي فكره، فرحت مكان عرضت عليه ان انا انزل فيه من غير فلوس، ونزلت فيه وبقيت اتدرب كده ببلاش لفتره معينه. بعد كده بقيت اقدر اطلع انتاج، بس العائد المادي من المكان ما كانش احسن حاجه، فاضطريت اعمل ايه بقى؟ ان انا اسيب المكان. سبت المكان اللي انا كنت شغال فيه، وقعدت اشوف انا محتاج اعمل ايه في نفسي عشان اعرف اشتغل في مكان احسن. فلقيت ان انا مثلا ساعتها كنت متعلم برنامج واحد اللي هو الفوتوشوب، فقررت بعد كده اتعلم برنامج تاني هو الستريتور، عشان حسيت ان مجال الطباعه محتاج قوي ان انت تكون معاك برنامج خاص بحاجه اسمها الفيكتور، الصور فيكتور، وبرنامج خاص بالصور بيكسل، لان هما الاثنين دول بيساعدوا لو انا عايز اعمل لوجو او عايز اعمل حاجه هتطبع على مقاسات كبيره. فكنت ببقى محتاج جدا برنامج الستريتور، فقعدت برضو جبت له فيديوهات وقعدت دربت نفسي عليه. اي حد يقول لي حاجه او معلومه او يقول لي ان عنده فيديو او كده كنت بخطفه خطف، يعني كنت مهتم جدا. فكنت باخد الفيديوهات دي واتعلم منها، واروح بعد ما اتعلم اروح اعمل تيست شغل بقى. انا كان معايا الفوتوشوب كويس فيه، وبعدين اتعلمت الستريتور تعليم ذاتي، وبعدين رحت اعمل تيست شغل في مكان عشان اشوف هل انا اقدر اتقبل في سوق العمل. الفتره دي انا ما كنتش بخاف، خلي بالكم عشان الحته دي مؤثره. انا مش خايف، انا رايح اعمل تيست شغل وانا لسه اهو معايا البرنامج، معايا برنامج فوتوشوب اتعلمت فيه وبقيت اعرف اشتغل بيه كويس حلو. وبعدين اتعلمت الاستريتور ورحت قلت ان انا بعرف اشتغل فوتوشوب والاستريتور، اختبرني، لقيتني انفع ما انفعش، خلاص همشي، هشوف انا ناقص لي ايه واعمله. فالاحتياج او المتطلبات بتبان لما تختبر نفسك، عشان في ناس بتلاقي ايه عايزه تجمع كل حاجه وتعمل كل حاجه عشان تروح تشتغل. لا، مش هينفع الكلام ده. انت لازم تختبر نفسك، تشوف انت واصل لايه، تعلم حاجه معينه وانزل اختبر نفسك، روح اشتغل وقول انا بعرف اعمل الحاجه دي. قبلوك ما قبلك، هتعرف انت ناقصك ايه عشان تتقبل. فدي نقطه تحطها في دماغك، حاجه اساسيه. تمام؟ يبقى احنا كده في الجزء الاولاني ده عشان نخش مجال الجرافيك احنا محتاجين نحدد هدفنا بس. ده الملخص. انا قلت لك انا حددت هدفي ان انا داخل طباعه عشان ما كانش فيه غيرها ساعتها. انت بقى حدد نفسك عن طريق الاحتياجات اللي موجوده حواليك دلوقتي. يعني انت ليك واحد صاحبك ديزاينر شغال في تصميمات السوشيال ميديا، فخلاص يبقى خش بالاتجاه ده عشان تخش معاه، هو يزقك الزقه الاولى. عندك عمك فاتح مطبعه، يبقى انت تتعلم حاجه تخص الطباعه عشان برضو عمك يزقك الزقه الاولى. ما عندكش الاثنين، شوف انت مايل لايه اكتر وخش فيه. مش شرط يبقى ده الهدف الرئيسي او الهدف النهائي، هو شوف مايل لايه اكتر وابتدي فيه، توكل على الله، وبعد كده هتلاقي نفسك انت بتحدد هدفك مع الوقت ومع الشغل. مش عايزك برضو تبذل وقت كبير وانت بتحدد في البدايه، يعني انت توكل على الله ابتدي. يعني انا ناوي اتعلم حاجه محدده زي مثلا تصميمات السوشيال ميديا، فبشوف ايه البرامج اللي بيشتغلوا بيها المصممين اللي بيعملوا تصميمات السوشيال ميديا، اللي هو مثلا برنامج زي الفوتوشوب، فباخد كورس فوتوشوب. طب
ما انا خدت كورس فوتوشوب ما بقتش بعرف اعمل تصميمات سوشيال ميديا، يبقى انا اخد ورشه سوشيال ميديا. شوف بقى انت هدفك ايه وابحث كويس واعمل ريسيرش، وشوف رواتب المصممين في المجالات اللي انت عايز تخشها، وشوف فرص العمل في المجالات اللي انت عايز تخشها. اتعب شويه في التحديد ده هيفرق معاك بعدين، بس برضو ما تاخدش فيه وقت طويل. يعني بقول لك اتعب شويه فيه، بس ما تقعدش بقى، ما تقعديش مثلا تقول لي انا قاعد 3 شهور بحدد انا عايز اخش ايه، لا انجز. تاني حاجه انت محتاج تعملها عشان تمشي في طريقك صح وانت داخل مجال الجرافيك، ان يكون عندك اراده. ليه عندي اراده؟ يعني هعمل ايه بالاراده؟ دلوقتي احنا عندنا مشكله كبيره جدا في العالم وفي شباب الوطن العربي بالخصوص، ان احنا بقينا ضعاف الاراده. يعني ما تلاقيش شاب يقدر يقعد يتفرج على فيديو طويل نص ساعه مثلا، ده مش فيديو طويل ولا حاجه بس نص ساعه، ما تلاقوش يقدر يقعد كده يتفرج عليه. ما عندوش الاراده ان هو يتحمل ده، ولا الصبر ان هو يتحمل ده. ليه؟ بسبب التوجهات بتاعت العالم بقى، اللي هي ايه؟ شقلب وقلب. الشورتس بتاعت تيك توك والريلز والحاجات السريعه دي، اللي هي بتخليك دماغك يفرز الدوبامين بسرعه وتحس ان انت مبسوط وعايز تشوف حاجه جديده، وكل ما تغير فيديو تخش في الفيديو اللي بعده تلاقي نفسك في دوامه قعدت لك 4 5 6 7 ساعات وانت ما استفدتش اي حاجه. فهتلاقي ان الناس ما تقدرش تقعد تتعلم او تتفرج على حاجه طويله. يعني هتلاقي ان في الفتره اللي فعلا انت متاح ليك كل حاجه، يعني انا لو عايز اتعلم اي برنامج موجود فري، ومش هيفرق خالص في البدايه صدقني مين اللي هيعلمه لك. يعني انت هتعلم برنامج الفوتوشوب اي حد هيعلمه لك بطريقه عجباك هو تمام، لان انت اصلا في البدايه الجزء اللي هتاخده كده كده لسه هتطور عليه، لكن انت بس محتاج حد يديك البيزكس الاساسيات بتاعتك، وبعد كده هتلاقي نفسك ان انت بتطور نفسك بنفسك ومش محتاج حد يساعدك، وهتلاقي نفسك برضو بقيت مايل لشرح حد معين عن حد معين، فتبدا ترجع تعيد الحته دي مع حد تاني، فهتلاقي الموضوع سهل. بس ما تتعبش نفسك قوي في التدوير. اتعلم مع مين؟ عشان في ناس بتقعد تدور 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 وتلاقي نفسها في الاخر ما عملتش حاجه. انا عايزك بس تنجز ويكون عندك الاراده ان انت تتعلم، او ان انت تقعد تتفرج على فيديو على اليوتيوب وببلاش، مش محتاج تدفع فلوس. لو انت بقى عندك الاراده بعافيه شويه كده وفيستك شويه كده، خد كورس. يعني خد كورس، بس حاول تاخد الكورسات اللي فيها ورش. يعني مثلا ايه؟ كورس مثلا تصميمات سوشيال ميديا هيعلمك البرنامج الاول وبعدين يديك ورشه لتصميم السوشيال ميديا مثلا، فده ممكن يبقى حل كويس. لكن انا عن نفسي بحب قوي التعليم الذاتي. يعني انا احب اخش ادور على اليوتيوب، او لو عايز اتعلم كورس فوتوشوب فيجي لي الكورس، اقعد اتفرج على الكورس بقى كامل. وخلي بالك دي بقى هتلاقيها بقت ميزه عندك تفرقك عن غيرك. يعني بقى صعب حد يعمل كده. يعني انا مثلا بقول انا كاحمد من الحاجات اللي فرقت معايا جدا ان انا كان عندي طولة البال او الاراده ربنا نعم عليا بيها، ان انا اقدر اقعد اتفرج على فيديو، عندي شغف لحاجه اقعد اتابعها واشوفها. فلو انت قدرت توصل لكده فخلاص تاكد ان انت اتعلمت وبقيت قوي في المجال. يعني لو قدرت توصل للحته دي، سيبك بقى من الكورس اللي هتاخده مهما كان الكورس حلو، لو انت ما عندكش طولة البال دي وما عندكش الاراده دي فانت مش هتستفيد منه حاجه. لازم يكون عندك اراده ان انت قاعد بتسمع كذا وبتتعلم كذا عشان الهدف اللي انت محدده في البدايه ان انت عايز توصل له. فدي نقطه مهمه جدا. ركز انك تدعم الجزء الخاص بالإرادة فيك وتشتغل عليه، لأن دي الحاجة اللي هتميزك جدا في الفترة اللي جاية، وخصوصا مع وجود تطورات وذكاء اصطناعي وإن أغلب الشباب ما عندهمش الحتة دي. فأنت هتبقى مختلف ومميز لو أنت حاولت تكتسب الميزة دي. تالت حاجة معانا، والحاجة المهمة جدا إن أنت تعملها، إن أنت بعد ما حددت وكان عندك الإرادة إن أنت تتفرج، إن أنت تمارس. الممارسة أساس. لو أنا حددت هدفي وكان عندي الإرادة ان انا اتعلم الحاجة دي او اشوف ليها كورسات وما مارستش، فالاتنين الاولانيين مالهمش لازمة. لازم تمارس، والمثل بيقول الممارس يهزم الفارس. فانت لو مارست اللي انت اتعلمته هتنجح فيه. لو انت خدت 15 كورس وما مارستش منهم اي حاجة ولا ليهم اي لازمه، ولا كانك خدتهم ولا كانهم عدوا عليك ولا هتفتكر حاجه. عشان كده بقول لك ايه، لا تخصص، اختار حاجه واحده مارسها. او لو انت عندك القدره ان انت تتعلم اكتر من حاجه، في ناس استيعابها عالي ان هي تتعلم اكتر من حاجه، بس مارست منهم حاجه واحده هتنسى التانيين. فانت ما عندكش فرصه تمارس كل حاجه. يعني هتلاقي شخص في البدايه عمره ما هيكون بيعمل كل حاجه، هيكون بيمارس حاجه واحده. فعشان كده بعد ما انا اخترت واتعلمت امارس حاجه واحده اللي هو التخصص بتاعي، انا اتعلم تصميمات السوشيال ميديا، انا هقعد فتره امارس واتعلم تصميمات السوشيال ميديا كعملي بقى، انفذ. طب التنفيذ ده ايه حلوله؟ انا من مدرسه ان انا انزل اتدرب في مكان. في ناس بقى تقعد تقول لي صعب، طب تعرف مكان، طب مش عارف ايه. لا يا باشا ابحث، يا باشا اتعب عشان تلاقي. انزل دور وابحث وشوف حواليك هتلاقي والله.
انا متاكد ان انت هتلاقي. بس انت لو متدلع ولا وده بعيد وده قريب ومش عارف ايه، انا كان في ناس عندي بتيجي عندي تاخد ورش عمل، كانت انا مثلا في القاهره هم بيجوا من السويس ولا يوم نايمين قدام الباب، والله العظيم يعني قدام الاكاديميه عندي كانوا بقوا موجودين قدام الباب، وبقوا مصممين محترفين وشغالين في دول عربيه كمان، يعني ممكن كمان يكونوا تفوقوا عليا. فالسعي هو اللي بيولد النجاح. اسعى عشان تلاقي، ما تتدلعش وما تعتمدش على حد، اعتمد على نفسك. انت هتعرف تعمل ده لوحدك صدقني، لان هو سهل. يعني انت عشان تخش مجال زي مجال الجرافيك سهل جدا، او اي مجال، والله اي مجال سهل. انت بس هي القواعد الاساسيه دي، حددت هدف، عندي اراده ان اتعلمه، اخر حاجه بمارسه، خلص الموضوع، خلص انتهى. صدقني انت مش محتاج حاجه تانية، وهتلاقي نفسك مش محتاج لحد. اصل كل حاجه دلوقتي موجوده. يعني دلوقتي مش هقول لك ايه في مكان معين هو اللي بيعلم الحته دي حلو، مفيش الكلام ده. هو كل حاجه موجوده في كل حته. بقت الصعب، بس اللي صعب وجوده ان الشخص يكون عنده اراده ان هو يتعلم. عشان كده انا بقول ان تاني حاجه والجزء الخاص بالاراده ده هو اللي بيفرق ما بين شخص والتاني. فركز جدا على النقطه دي عشان تميز نفسك. كده هيبقى ما قدامكش حاجه معطلاك غير الوقت. وعايزك تتاكد ان اي ديزاينر من الناس اللي انت بتتفرج عليهم وبتشوف شغلهم دول محدش اداله الجرافيك بالمعلقه، هو كل يوم كان بيتطور. يعني لو انت اتعلمت في احسن مكان الجرافيك وعلمك كل اسرار الجرافيك والتيبس والتريكس وكل حاجه، انت كده كده مستواك مش هيتحسن غير مع الوقت. انسى ان انت تتحسن في يوم دي. يعني انا النهارده بدات اطبق لحد اخر الشهر، هتيجي اخر الشهر تقول ايه المستوى اللي انا كنت عامله في اول الشهر ده. فدايما خلي بالك من النقطه دي. الاستمرار والممارسه هما اللي هيطوروا من مستواك، وهما اللي هيخلوك توصل للي انت عايزه وتوصل للنتائج اللي انت عايزها. بس الفكره والفرق ما بين حد وحد ان واحد بييأس وواحد بيكمل. وخلي عندك دايما ثقه وايمان بالله ان انت طالما بتتعب هتلاقي، حتى لو ما لقيتش في نفس الاتجاه اللي انت رايح له هتلاقي من حته تانية برضو. يعني هتلاقي نفسك انت اتعلمت حاجه، وممكن تلاقي نفسك نجحت في حاجه تانية برضو في نفس المجال، بس مش هي دي. فدي كانت اهم الحاجات اللي انا شايف ان اي حد داخل مجال الجرافيك محتاج يعرفها ويحطها في دماغه كده كاساسيات قبل ما يتعلم اي حاجه ويخش في اي برنامج. لازم تكون فاهم الكلام ده جدا، وده والله نابع من خبره سنين. يا رب الحلقه تكون عجبتكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم. ويا ريت الناس ما تنساش تكتب لي في الكومنتات عن اي مشكله بتواجهها وهي في مجال الجرافيك، عشان المشاكل اللي احس ان هي فعلا بتواجه ناس كتير هبدا ادخلها في السلسله واعمل عنها حلقات. وما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك الحلقات الجايه اللي هي هتفرق معاك جدا لو انت بالفعل اخترت مجال الجرافيك وداخل فيه. ويا رب اكون دايما عند حسن ظنكم، واستنوني في الحلقه الجايه. سلام.